واكتب عندك يا حاج 10 كيلو لحمة. 10 كيلو لحمه ايه؟ انت 10 كيلو لحمه وصل كام؟ انت زي ما قلت موستي هم حلوين 2 كيلو. 10 كيلو لحمه ايه؟ 15 كيلو. واكتب عندك يا حاج 20 فرخة ب 2 كيلو. لا بقى يا حاج انت جبت الصعبات 20 فرخه ايه واحنا جايبين 15 كيلو لحمه؟ لازمتها ايه اللحمه؟ عشان ما بياكلش لحمة ياكل فراخ. لا اقنعتيني يا حاج. واكتب نص شوال بصل. نص كيلو البصل يا مفتريه، انت عارف الكيلو بصل وصل كام؟ هم حلوين 2 3 كيلو وكده. 2 3 كيلو هنعملهم ايه؟ 2 3 كيلو يا حاج اكتب عندك نص شوال بصل. اكتب شوال من البصل. واكتب 5 كيلو بلح. هي دي الحاجه العدله اللي تتكتب 5 كيلو بلح ب 100 جنيه مش اللحمه ب 5400 يا مفتريه. واكتب 2 كيلو تمر. 2 كيلو تمر هنعمل 2 كيلو تمر دول ده هو الربع التمر ندوبه على برميل ميه على السكر بيقضي الناس كلها. تعرف احلى زمان في ايام الخير كان التمر بيجيب التمر يقضينا طول شهر شعبان. وانت عارفه شهر شعبان كل صيام يدخل على شهر رمضان كله صيام وعزومات وعصاير. يخلص شهر رمضان كيس التمر اخد اكتر من نص. ما 2 كيلو دول يا حاجه كتار قوي 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 قوي. انا ما بفهمش في العصاير والحاجات دي، شوف انت هتجيبها في ايه وهيك. بص يا حاج انا قررت هجيب تمر. انا هكتب تمر ليه؟ تمر. يلا بينا بقى نقوم نجيب الطلبات اللي هتحطها في وسط دي. يلا يا حاج.